مش عارفه يا لميا والله. اصل تصرفات مراد بقت غريبه قوي اليومين دول، لدرجه انه اجل فرح ميرفت. انا بصراحه بقيت متلخبطه قوي ومش عارفه اعمل ايه. بس اهدي بس، كل مشكله وليها حل ان شاء الله. طب بقولك ايه، ما تيجي وتجيبي ميرفت ونتقابل سوا في النادي نتغدى؟ لا مش هينفع خالص. طب ما تيجي انتي ونقعد نتكلم هنا شويه ونشوف ايه اللي هيحصل. ما هو انا لازم اتصرف، مش هفضل ساكته كده. طب يا حبيبتي هشوف لما محمد يوصل المكتب كده اذا كان ينفع نعدي عليكم اخر النهار. المهم بس انتي تهدي كده وان شاء الله كل شيء هيتحل. متشكره قوي يا لميا. اوكي يا حبيبتي، مع السلامه. هنيه، هنيه. ايوه يا هاني. نادي لي الانسه ميرفت، قولي لها ماما عايزاكي. حاضر يا دكتوره. وبعدين معاك يا مراد، قافل تليفونك ليه بس؟ ايوه يا نجله، اجلت الفرح. ما عنديش اي اسباب ولا اي حد عنده اسباب. خلاص بقى يا نجله، انا مش قادره اتكلم دلوقتي، كلميني بعدين. يلا باي. تأكد يا بنتي إن أسعد يوم في حياتي هو اليوم اللي بنتي الغالية يتحقق حلمها وتروح لبيتها مع زوج يحافظ عليها ويحبها، ويحولوا مع بعض حياتهم لسعادة وهنا وأولاد وعناية الله تحفظهم وترعاهم. الله يا بابا، اجمل كلام اسمعه في حياتي هي مشاعرك اللي طالعه من قلبك دي. محسن ده ابن ناس طيبين، والده ما شاء الله اترشح يبقى وزير، والست والدته ام طيبة وسيدة راقية جدا. ان شاء الله يا بنتي هيبقى عندك امين، يسرية هانم والدكتورة هدى مامتك حبيبتي. يا ترى يا بابا ايه اللي غيرك بالشكل ده؟ تأمر بأي خدمة يا هانم؟ يا هانم. شكرا. الهانم عايزه حضرتك. حاضر يا هنيه، هروح لها. يا حبيبتي انا اسف جدا جدا اتاخرت عليك. ولا يهمك. كان لازم اوصل الوفد التجاري الصيني للمطار، وانت عارفه بقى المرور في بلدنا عامل ازاي. حصل خير يا حبيبي، اهم حاجه بس اننا نروح افتتاح المعرض مع بعض. طبعا يا حبيبتي هنروح مع بعض. بقول لك ايه، تيجي وانت شيك قوي كده ننزل نتغدى مع بعض لغايه ميعاد الافتتاح؟ يا ريت، ويا ريت يعني كمان لو خلصنا بدري نعدي على الدكتوره هدى شويه. هدى؟ ليه، وفي حاجه؟ هي كلمتك؟ انا اتصلت بيها عشان اسالها على ميعاد فرح ميرفت، قالت لي ان مراد بيأجله. اجله؟ ليه؟ من غير ما يقول سبب واضح. لا اكيد في سبب. اختك مش عارفه، او يمكن مخبيه عنه. لا 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 لا، هتخبي عنك ليه؟ هدى مش من النوع ده ابدا. هي نفسها قلقانه جدا، وموضوع التأجيل المفاجئ ده واللي ملوش سبب مضايقها جدا. اكيد مراد عنده سبب، لانه مش معقول يزعل ميرفت في وقت زي ده. يمكن اكتشف حاجه عن محسن واجل عشان كده. لا لا لا، ما افتكرش. مراد ما وافقش على محسن الا لما لقى فيه شباب وهو صغير، لقاه شاب طموح وعنده اصرار يحقق كل اللي هو عاوزه. ومراد البهي كان كده طبعا. مراد بدأ من الصفر مع بابا الله يرحمه لغايه ما وصل للي هو فيه دلوقتي. بابا كان بيثق فيه جدا، كان بيجي لنا في البيت باستمرار، ده تقريبا كان عايش معانا في البيت. ومن هنا بقى اتعرف على الدكتوره هدى. ايوه يا ستي، لقى فيها فتاة احلامه اللي ممكن تساعده وتقف وراه. هي كمان بقى وقعت في هواه ولقت فيه فارس الاحلام طبعا. هدى اصلها طيبه وبتحب الاستقرار، ومراد عرف يلعب على النقطه دي كويس قوي قوي. ما توافقش ليه؟
خصوصا كلنا كنا شايفين بابا بيثق فيه ومهتم بيه اكتر مننا. هنا الأهل والبلد، البيت والناس والأرض. أيوة، كان لازم الأيام تردنا لبعض. اهلا وسهلا. اي خدمه؟ الحاج متولي موجود؟ ايوه ابويا جوه. نقول له مين؟ قولي له ضيف. يا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. اتفضل. ثانية واحدة انده ابوي. وآل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يابا. جمعا إن شاء الله يا حبيبتي. في ضيف عايزك بره. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. ضيف؟ شكله إيه الضيف دي؟ راجل قيمة كده يابا، شكله غريب مش من نواحينا.
وسهلا. بقول اهلا وسهلا. ايه ده؟ مراد؟ معقول؟